السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم سير أحمد حسن من ايزي انجليزي اكاديمي، والنهارده إن شاء الله معادنا مع سلسلة جديدة من السلاسل اللي احنا بدأنا نشرحها مع حضراتكم. السلسلة بتاعتنا النهارده بعنوان ايزي انجليزي رايتنج، والنهارده أول حلقة في السلسلة بتاعتنا ايزي انجليزي رايتنج. وزي ما عودنا حضراتكم دايما من خلال الكورسات الأكاديمية إن احنا نحاول نبسط المعرفة أو العلم اللي احنا بنقدمه لحضراتكم بشكل يكون مناسب لجميع أفراد الأسرة سواء أطفال أو كبار، بحيث ان احنا يعني دورنا ان احنا نساعد حضراتكم ان اللغه الانجليزيه تبقى واصله لكل بيت بكل سهوله ويسر ان شاء الله. طيب ليه ايزي انجليزي رايتنج وليه الكورس ده هيكون مميز جدا لحضراتكم؟ لان الرايتنج بالنسبه لنا من اكبر المشاكل اللي بتواجه الطلبه سواء في التعبير في العربي او في الانجليش. الجزء بتاع الرايتنج نتيجه ان مفيش دلوقتي فكره الافكار بشكل كويس، في ناس بتبقى بتحفظ الرايتنج نفسه وبعدين تخش في الامتحان ترصه زي ما هو، وبالتالي هو ما عندوش ابداع او ما عندوش مقدره على الرايتنج لان هو ما تاسسش صح، ما عرفش ان هو يعمل الرايتنج بشكل صحيح وما اتعلمش الاساسيات بتاعته. وده دورنا مع حضراتكم ان احنا نبسط الموضوع قدر الامكان. طيب اول حاجه هنبتدي بيها الانجليش سكيلز. بيقول لي ان انا عندي في اي لغه في العالم مش شرط الانجليش بس بيبقى عندي 4 سكيلز 4 مهارات اساسيه. الاربع مهارات دول بالترتيب لازم يبقوا كده: listening, speaking, reading and writing. listening ان انا بسمع، تمام؟ زي ما قلنا قبل كده الطفل الصغير لما بيكون عايز يتعلم اي لغه جديده دوره ان هو بيسمع كتير وبعدين بيبتدي ان هو يعمل عمليه السبيكينج. بتيجي الفكره من ايه؟ ان هو بيكرر الاصوات اللي بيسمعها، زي مثلا بيسمع بابا ماما، فبيبتدي ان هو يكرر لحد ما يقدر يتمكن من الموضوع. فبالتالي لما بيشوف الاب فبيقول له بابا، لما بيشوف الام بيقول لها ماما، لما بيشوف اي حاجه قدامه هو عارف اسمها بيبتدي ان هو يتعامل معاها بشكل سليم، ما عندوش مشكله. ليه؟ لان هو سمع الاول listening وبعدين بدا يتكلم speaking، وهنيجي للجزء الثالث اللي هو reading. تلاحظوا حضراتكم لحد دلوقتي مفيش مسكه قلم، تمام؟ كله مهارات ملهاش علاقه بالكتابه او ان هو يمسك قلم ويكتب خالص، تمام؟ واخر جزء عندنا هو الرايتنج. طيب ليه الترتيب ده هو الترتيب الصح؟ وليه احنا عندنا مشكله في مصر في الجزء ده؟ لان احنا عندنا في مصر هنا احنا بنبتدي بالعكس. احنا بنطلب من الطالب ان هو يكتب ويقرا وبعدين يسمع ويتكلم، وده طبعا منافي لفكره تعلم اللغات في اي دوله في العالم. اي دوله في العالم او اي طفل عشان اخليه يتكلم اللغه بشكل سليم لازم يمر بالترتيب الصحيح بتاع المهارات، ان هو يسمع وبعدين يبتدي ان هو يتكلم وبعدين يبتدي ان هو يقرا، واخر حاجه خالص ان هو يمسك القلم ويبتدي ان هو يكتب بشكل صحيح. علشان كده في اغلب الاماكن او اغلب الدول والتعامل الصحيح مع الاطفال بنلاقي دايما في مهاره الرسم مثلا والتلوين والشخبطه بالنسبه للاولاد، هي دي اللي بتنتج طفل عنده قدره على الابداع او عنده قدره على التخيل. لكن عندنا للاسف احنا بنجبر الطفل ان هو يكتب A B C وهكذا، وبالتالي الموضوع بيبقى بالنسبه له معقد شويه. وعلشان كده احنا بنوجه حضراتكم للشكل الصحيح. لو هو قدر يسمع بشكل كويس وقدر يتكلم بشكل كويس انا كده قطعت 80% من الطريق، الباقي سهل جدا، الباقي سهل جدا. طيب اديني مثال. لو انا بصيت مثلا على صوره زي كده وقلت للطفل عنده مثلا 3 سنين ولا حاجه ايه اللي انت شايفه هنا؟ فيقول لي شايف مثلا ولد بيرسم وبيلون وفي الوان وفي بطريق وفي ثعلب وفي بابا نويل وفي شجره وفي حاجات خاصه بالميوزك وفي بنوته وفي ترابيزه وفي. طب ايه الالوان الموجوده؟ احمر واخضر وازرق وبني واصفر فهنا ابتدى ان هو يطلع او ابتدى ان هو ينتج عدد من الجمل. ده اللي احنا عايزينه وده اللي هيخلي الطفل يقدر ان هو يقرا ويكتب بشكل كويس. طيب تاني هرجع حضراتكم لاصل المشكله. ايه المشكله اللي عندنا؟ ان احنا بنخلي دايما الطالب يبص على الحاجه، تمام، وعايزينه يكتب مباشره من غير ما نسيب له مساحه ان هو يتكلم ويبدع ويطلع الافكار اللي عنده.
وبالتالي دي مشكله كبيره احنا بنعاني منها. يبقى الترتيب الصحيح زي ما قلنا لحضراتكم، عندي listening speaking وبعدين الريدنج، واخر حاجه خالص هي الرايتنج، المحصله النهائيه بتاع كل العوامل اللي فوق دي. طيب لو انا ابتديت من تحت وبعدين حبيت اطلع لفوق، الدنيا بتبوظ مني وما بحققش اي نتيجه، ودي مشكله كبيره جدا، وهي السبب الاساسي ان الاولاد ما بيعرفوش يكتبوا رايتنج او التعبير بتاعهم بشكل كويس، لان هم بيصموا وبيحفظوا قوالب معينه وخلاص. طيب دورنا النهارده مع حضراتكم ان احنا نعالج المشكله دي ونقضي عليها تماما. طيب هدي لحضراتكم امثله وبشكل عملي زي ما انتم اتعودتوا دايما مننا، ان احنا عايزين نطبق على طول، عايزين نبقى عندنا انتاجيه على طول من غير ما نقعد ناخد كلام فيه دش كتير وكده. طيب انا هدي لحضراتكم امثله هنا. انا عندي مثلا صوره لطفل زي ده، وعايز ابتدي ان انا اكتب عنها، عايز احس ان انا بعرف اتكلم انجليش وبعرف اكتب انجليش. بكل بساطه اول حاجه هطلب منك ادي الطفل ده اسم، مثلا هنسمي الطفل ده مثلا توم. طيب عايزين نوصف بقى كل حاجه موجوده في الصوره دي، تمام، بحيث ان احنا نبقى كونا اكبر عدد ممكن من الجمل. اول حاجه مثلا هقول توم is a boy، لان توم ده ولد مش بنت. انا كده عملت جمله بكل بساطه. توم صغير ولا كبير في السن؟ توم is young. طيب لو قلت لك بقى ما تكررليش كلمه توم كتير، واشتغل على انك انت تبدل وتستخدم السبجكت بروناون. ده طبعا مشروع في الجزء بتاع الايزي انجليزي جرامر، لو حابين نرجع للكورس بتاع الجرامر هيكون مفيد جدا جدا لحضراتكم في الرايتنج، وهيكون اساس قوي جدا علشان يخلي الاولاد يكتبوا بشكل سليم. طيب لو عوضت توم دي ببروناون هقول هي، يبقى هي is عنده مثلا 7 سنين، he is 7. مش لازم اكتب years old، لا he is 7 وخلاص، تمام. طيب ايه تاني؟ هو لابس نظارة، he is wearing glasses، هو لابس نظارات، تمام. ايه التيشيرت اللي هو لابسه؟ لونه ايه؟ لونه يلو، يبقى he is wearing، هو لابس a yellow t-shirt، تمام. طيب بص كده، انا كونت عدد من الجمل لا بأس بيه، تمام. 1 2 3 4 5، 5 جمل كونتهم عن الطفل ده، ولسه كمان اقدر انتج عدد كبير من الجمل. يعني مثلا هقول he is reading a book، هو بيقرا كتاب. طيب حد هيقول لي مثلا طيب حضرتك دلوقتي وانت بتكتب الجمل ما عندكش مشكله انك انت متعود على القاء الجمل بالشكل ده. ده اللي احنا عايزينه من حضراتكم، ان الطالب يبقى اول حاجه عنده المقدره ان هو ينتج جمل. طب ازاي؟ بعرفه ابسط حاجه او اسهل حاجه يقدر يتعامل بيها verb to be verb to have والتنس اللي هو بتاع البريزنت كونتينيوس am is are ing. طيب الموضوع ده بيجي بصعوبه؟ لا بسهوله جدا. انا اغلب الحاجات بتكلم فيها عن is و are او am ومعاهم الverb ing. مثلا he is wearing، he is reading، he is playing، he is having fun، he is taking a shower، he is eating. وبالتالي دي الاساسيات بالنسبه لي بالنسبه للجزء بتاع الرايتنج. فبالتالي لما بيبقى عندي اي حاجه بوصفها بقى في الغالب بستخدم الايه؟ البريزنت كونتينيوس. he is wearing glasses، he is reading a book، he is sitting on the couch. مثلا he is at his bedroom. وبالتالي الجمل هنا بسيطه، الموضوع مش محتاج تعقيد. حتى لو في ميستيكس مش مشكله، بس الفكره ان انا انتج عدد من الجمل، انتج عدد من الجمل، وبعدين ابتدي بقى اظبط الصياغه بتاعتها واظبط الشكل بتاعها وهكذا. طيب حضرتك هنا كنت كاتب sentences بشكل منفصل عن بعض وما عملتليش paragraph مثلا، علشان خاطر انا بعود ابني ان هو يكتب paragraph بشكل سليم. بكل بساطه انا هعمل ايه؟ باجي بعد كل فول ستوب هنا ببتدي ان انا ادخل الجمله دي بعديها، ادخل الجمله دي بعديها، ادخل الجمله دي بعديها وهكذا. وبالتالي هنا انا كنت بفرد لك بس المساحه
ان احنا نقدر نتكلم عن حاجه زي كده، ما يبقاش عندنا مشكله واحنا بنتكلم عن حاجه زي كده. فبالتالي بقول توم از ا بوي، وبعدين اقدر ان انا بعد الفول ستوب اكمل عادي جدا، وبعدين هرجع هنا وبعدين اكتب الجمله واكمل بعديها عادي جدا. وده اللي بيكون الشكل بتاع الباراجراف معانا. تمام؟ يبقى انا هنا وانا بنتج الجمل ما عنديش مشكله. طب ليه؟ لان انا استخدمت الادوات البسيطه اللي احنا قلنا عليها. انا بسمع وشفت حاجات قبل كده في حياتي واقدر ان انا اوصفها بشكل بسيط. طيب لما اجي اطبق على كده في الرايتنج مش هيبقى عندي مشكله. ليه؟ لان انا بتكلم عن حاجات مبسطه وحاجات سهله جدا وما عنديش اي مشكله فيها. اوكي. طيب نيجي على مثال تاني. دلوقتي انا عندي صوره زي دي، لما بجيبها لشخص انا بجيبها له علشان ينتج برضو زي ما قلنا اكبر عدد ممكن من الجمل. طيب انا عندي هنا حاجتين، يا اما هبتدي ان انا اوصف باستخدام هي للولد او شي للبنت او زي للجروب مع بعضه، او ادي كل واحد من دول اسم واخلي الرايتنج بتاعي شكله حلو. تمام؟ يعني مثلا لو انا عندي مثلا ولد زي ده كده ممكن اديله اسم توم، تيد، مثلا جيمس. اوكي. اقول مثلا ساندرا، أليكس. اوكي. مثلا بوب، تيدي. تمام؟ وهكذا. لما ابتدي ان انا ادي اسماء للشخصيات الموجوده عندي في الرايتنج ده بيخلي شكل الرايتنج بتاعي جميل. طيب لو انا استخدمت هي او شي او they مفيش مشكله خالص. اهم حاجه ان انا اقدر اوصف الجمل بشكل صحيح. تعال نرجع مع بعض اللي احنا قلناه من شويه. انا بستخدم بكل بساطه هنا في الديسكربشن او في الوصف بتاعي البريزنت كونتينيوس مثلا. ليه؟ لان انا بتكلم على حاجه انا شايف انها بتحصل دلوقتي في الصوره اللي انا بوصفها. تمام؟ فمثلا اول حاجه انا عايز اوصف ايه اللي انا شايفه قدامي ده ايه. تمام؟ ده كلاس روم مثلا. طيب الكلاس روم ده شكله طبيعي؟ يعني هل الطلاب اللي فيه بيعملوا حاجات طبيعيه ولا الحاجات اللي هنا غريبه شويه؟ غريبه شويه. فممكن ابتدي ان انا اوصف الصوره في الاول، فبقول ايه؟ This is a crazy classroom. ده كلاس روم مثلا مجنون، او الولاد اللي فيه مجانين. طيب دي كده المقدمه. طيب انا عايز اعرف ايه بقى اللي خلاك تقول this is a crazy classroom؟ ايه اللي خلاك تثبت ان الكلاس ده فيه حاجات مجنونه بتحصل؟ طيب تعالوا نشوف مثلا كل طالب من دول بيعمل ايه مثلا. تمام؟ تعال نبتدي ب تيد مثلا. تيد بيعمل ايه هنا؟ زي ما اتفقنا Ted is a بيعمل ايه؟ Ted is sleeping. اوكي. طيب تعال نشوف ساندرا مثلا. ساندرا is dancing. بترقص ما شاء الله. تمام؟ طيب جيمس أليكس بيعملوا ايه؟ playing football مثلا. James and Alex are playing football. تمام؟ نشوف بوب مثلا. بوب is painting his desk. تمام؟ طيب هتلاحظوا هنا ان احنا شغالين في الجمل والدنيا مش واقفه. ليه؟ لان انا بكل بساطه انا بوصف اللي انا شايفه قدامي. ده مثلا بياكل eating، وده نايم sleeping، ودي dancing بترقص، ودول playing football، وده مثلا flying a kite، ودي مثلا standing in front of the board. وبالتالي هنا انا بوصف الاكشنز الموجوده. طيب اسهل طريقه علشان ابتدي ان انا اشتغل بشكل كويس في الرايتنج احنا اتكلمنا عليها قبل كده كتير، اسمها chunks. يعني ايه chunks؟ يعني بكل بساطه انا بعرف الفيرب وبعرف ايه الحاجه اللي ممكن تيجي معاه. طب اديني مثال. مثلا do homework ان هو يعمل الواجب. paint something يعني paint the desk مثلا، عشان كده ما خدتش مني وقت. playing football، listening to music، dancing to music،
jumping مثلا out of the window, writing on the board, drawing on the board, coloring the picture. الحاجات دي كلها بنسميها chunks، قوالب، يعني حاجات بتيجي مع بعض، ولما بنستخدمها مع بعض بيكون الانجليش بالنسبه لي سهل جدا ان انا استحضر الكلمات او الاجزاء بتاعت الجمل دي وانا بتكلم وما عنديش مشكله خالص. طيب لو انا عندي صوره زي دي كده انا ممكن اطلع منها ما لا يقل عن 30 جمله. طيب هل طفل صغير او حد لسه مبتدئ في الانجليش يبقى عنده مشكله في حاجه زي كده؟ الاجابه لا. الفكره كلها ان انا بعمل ايه؟ بوصف الحاجه اللي انا شايفها قدامي، وكل لما بدي نفس المساحه ان انا يكون عندي صور تساعدني ان انا اطلع اكبر كم ممكن من الجمل، بالتالي ده بيسهل عليا ان انا اتعلم انجليش بشكل كويس ومش هيكون عندي اي مشكله خالص. طيب ده كده كان اول جزء معانا في الرايتنج، اللي كان مقدمه بالنسبه لنا في ايزي انجليزي رايتنج. ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هنوري حضراتكم حاجات اكتر عن الرايتنج هتساعدكم ان كنتوا تكتبوا بكل سهوله ويسر، مش هيبقى عندنا اي مشكله خالص. كان معاكم سير احمد حسن من ايزي انجليزي اكاديمي. سلام.